بنوك ودخان، دي اعلى براندات مصريه من حيث القيمه، ويجي بعدهم براندات الصناعات الهندسيه. حسب تقرير براند فاينانس ل 2024 لافريقيا، البراندات المصريه متاخره جدا في القوه والقيمه. يعني اول براند مصري موجود على القائمه بيحتل المركز ال 22، وهو البنك الاهلي المصري، لكن احنا مش موجودين في قائمه التوب 10، مع ان الاقتصاد المصري يعتبر تاني اكبر اقتصاد في افريقيا بعد جنوب افريقيا. طب ازاي تاني اكبر اقتصاد والبراندات بتاعتنا مش في التوب 10؟ هنا بقى المشكله اللي احنا فعلا بنواجهها في مصر، مشكله التسويق، ماركتنج. الناس للاسف معظمها فاكر الماركتنج عباره عن شويه اعلانات بتتعمل، واجيب عمرو دياب يقعد يغني لي اغنيتين، اعمل كام عرض على المنتجات بتاعتي علشان انزل اسعارها فابيع اكتر. مش ده اللي بيزود القيمه بتاعه البراند بتاعك. وخبراء الماركتنج اللي بيسمعوني دلوقتي هتلاقيهم بيمصمصوا في شفايفهم حسره على اللي هم شايفينه. التسويق يا جماعه علم، بيبتدي من اول الاستراتيجيه اللي انت عايز تشتغل عليها، على الكاستمر اللي انت عايز تتكلم معاه، على البوزيشننج اللي انت عايز تحطه للبراند بتاعك والمنتجاتك المختلفه او خدماتك المختلفه، لحد بقى السوشيال ميديا والاعلانات والحاجات دي كلها. حتى التسعير يعتبر ماركتنج. طب احنا ما عندناش صناعات البراندات بتاعتها قويه؟ مش كتير، ولكن عندنا صناعات قويه. يعني انت مثلا عندك صناعات اخشاب قويه، دمياط شغاله، بس ما عندكش براند دمياطي قوي زي ايكيا. عندك شركه اجهزه منزليه عظيمه اسمها العربي، والبراند بتاعها يعتبر كويس في مصر، لكن في مصر بس القيمه السوقيه بتاعت البراند لسه ما قدرتش توصل للمرحله اللي تنافس بيها بقيه الشركات في العالم، او حتى على الاقل في افريقيا. يا جماعه احنا عندنا مشكله تسويق في مصر، دي حقيقه صدقوني.